لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. اليوم الحسين مجدل على بوغاء كربلاء، مقطع بالسيوف إربا إربا، وقد شيل برأسه إلى الكوفة. أيوا حسين. اليوم يتضح معنى أن الحسين غريب بأبيه هو وأمي، غريب 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 يا مظلوم. كربلاء يا محيي الزوار يا ابو علي. وثواكل في النوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا. ناحت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن، زفراتها تدعو الجبال همودا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم وويلا. اليوم الحسين على بوغاء كربلاء، وتبدأ مسيرة مولاتنا زينب جبل الصابر أم المصائب. اليوم كل المصائب على راس زينب سلام الله عليها. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها مصفودا. نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من انتظم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين يا أبا عبد الله، إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي، وعقد جماني منضودا. ما لي دعوتك لا تجيب. أول مرة في حياتي وعمري يا أبو علي أدعوك وما تجاوبني. ما لي دعوتك لا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاك الصدودا. لمحنة شغلتك عنا أم قلا حاشاك، إنك ما برحت ودودا. لو ودي يوصل مصرعك وانجد الويا،
لكن شبيدي ولازم ذياليته، لو يقدر السجاد ينهض كان جينا، خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبراء. أبا عبد الله تدري الوحدة الضعضع عزوم الرجاجيل، واني وحيدة وفاقدة ومجبل، وانت واني وحيدة وفاقدة ومجبل عليلة. أبا عبد الله هالشكل تخلي اختك زينب وحيدة فريدة، لا ناصر لها ولا معين. ما أدري يا مؤمن يا موالي، يعني الحسين يتحمل هذا العتاب من زينب؟ حتى لو هو جثة بلا راس يتحمل زينب واقفة أمام الجسد وتعتب عليه؟ ما يتحمل. ها يا ملا عطية يتحمل الحسين؟ قال لا ما يتحمل. زين شلون يحاكيها؟ قال الحديث والكلام من منحر الحسين. أخي زينب قالها بلا تجهيز لازم تتركوني، ولازم تمر بي الضعينة وتنظروني، وانت وخواتي كان ردتوا توصلوني، مجبل عليك الليل جيب الفاطمية. يا زينب وان كان يمي تقدرين تجين لا باس، يلا وتوصلين المشرعة يم جسد عباس، طلع بظلام الليل يستركم عن النار، والصبري يا عزيزة الزهرة الأمر فا، لكن بنشدك كان جيت يا حزين، بتشوفين جسمي بالسيوف مقطعي، يا اختي يا زينب لا تجيبي لي يسكت، خايف قلبها يذوب من شوف الجراحة. ما حصلت جواب من الحسين يشفي غليلة، فتوجهت إلى ناحية قمر بني هاشم، إلى ذاك الكفيل أبو الفضل العباس، راحت إلى ناحية المشرعة وصاحت دخيلك يلي يلا مقطع بالشري، ولن الندر ترى جفوفي للخيم رد باليتامى يا الودي، تدرين بيه مقطع يميني واليسار. أخي زينب تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني، ولو تنظرين الحال جسمي تعذريني، لكن ايش عذرك ماشية ولا تجهزيني، لا تشيعيني ولا تشيليني بشيال. التفتت زينب الى العباس، اخي ابو فاضل، عباس ماني من المدي، هين بذمتك لجلاك ولجل حسين عفت الوطن، واشوف جيت الكربلة ومني تبر، بعت السهم مني وبليتون بهالعيا. تأذى العباس من عتاب زينب،
شنو جاوبها الشو العباس يا ابو يوسف يا ملا عطية؟ قال تحرك يا ويلي صاحب النفس الابية وقالها يا زينب ضيعتك غصبا يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلي راس لا يمنى ولا يسار. بعد ما حصلت جواب يروي غليلها من العباس تحيرت زينب. ايش سوت زينب؟ قال ردت رجعت الى جسد الحسين وانكبت عليه قالت لأبو علي ما حصلت جواب لا منك ولا من أبو فاضل وهذاني رجعت لك مرة ثانية أبا عبد الله. صاحت يا نور العين والله تحيرت أنا ودي يجي يمك وشوف العلة ولوه الدوا قلبي لفت قلبي وداويك واغسل يا خويا طبرتك بمدامع العين. أعظم الله لكم الأجر لما أن جدد الحسين على بغاء كربلاء مقطعا بالسيوف إربا إربا نادى ابن سعد اللعين ويلكم أحرقوا بيوت الظالمين. فهجمت الرجال والأجلاف على خيام آل رسول الله فتفاررن النساء من مكان إلى مكان فجاءت زينب إلى زين العابدين ولدي علي لقد حرقوا خيامنا شو نسوي يا ولدي يا علي؟ قال يا زينب عليكن بالفرار فتفاررن النساء هذه قد سحقت تحت حوافر الخيول وأخرى قد احترقت أذيالها بالنار وأخرى هامت في البراري وكل ينادي وحسينا ومصيبته. وأمام هذا الحدث الجلال النساء يتفارر والأطفال يفرون والرجال يهجمون على الخيام وزينب واقفة على باب الخيمة وهي تنادي لا حد مر بينا وخلونا بهالخيام عدنا عليل مرضى ومن حالها يتام. أني بالله شسوي لو علي لو يتيم تروع وهام ياهو يجيب من الفضا وكلنا نساوي ما رحم غربته وقلبه صار جلمود أمر جنود على الحريم وغدت فرهود سلب ضرب ويتام تلعي وهجمة جنود والنار تسعر. فكر بحال النساوين شنو حالهم يوم العطية؟ قال هذه بلي خمار تتعثر بلوعاء هذه بلي خمار تتعثر بلوهان وهذه 3 أيام لا ماين ولا زر وهذه تنادي فرتين يتامي يسجى والكل ينادي الغوث يا عباس يا حسين وهذه تلوذ بزينب وتشكي لها الحال وها وزينب بعزم وصبر تجمع ذيك العيال تهيم بطلبهم والقلب بروس الجبال نوب تروح وترجع بطفلين ميتين. شو تسوي زينب؟ قال تصرخ بعال الصوت طايح وين؟ يلا عليك اقرأ نعيد
حميدة تصرخ بعالي الصوت طايح انا خدر انهتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا يهدكون النساء المن صارخ وحسينا المن صارخ ومصيبتا بعد عندك يوم العطية وصف آخر إلى حال زينب والخيام المحروقة قال إيه عندي زينب وجهت بوجهها إلى ناحية الحسين وصارت خاطر الحسين بلسان الحال تقول له أبو علي الخيم يا حسين محروقة ونهود علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك رضضت أبو علي رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت كم مرت علي ليال من العين ما نامت شنو النوم والقعدة وهذا يتامكم هامت شي ماتت من الراعة وشي ضيضلت تحن بالوين شحكي يا شي عدنا ابا عبد الله من هاي المصيبة نص الليل يا ابن امي نص الليل يا ابن امي ولم طفلة فقدناها اثاري فرت بدهشة حوم وما حد وياها شفتها ممددت طلعت وحدي ادورها وادور وين ملفاها شفتها ممددة يماك دمعها على خدها يسيل رجعت بيها الى الخيمة الله يساعد قلبك يا زينب رجعت بيها الى الخيمة ولن وحدة تناديني يا زينب يلا قومي وياي راحة وين طفليني قمنا نفتش الوادي ولا توجد الدرب عيني ولن وجوههم ليت تلوح تقول نجم سهيل اخي حسين ابا عبد الله شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني الله يساعد قلبك يا زينب شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني كم مرت علي ليال وبالمخلوق راواني شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضني الثاني الكبير على الاخ حاني يضم عن وحوش الليل هل من صارخ وحسينا هل من مناد ومصيبة يقول حميد بن مسلم بينما الخيام محروقة والنساء والأطفال يتفاررون من خيام أبي عبد الله وإذا بي أرى طفلة صغيرة من أطفال الحسين قد احترقت أذيالها بالنار وهي تهرول إلى خارج نطاق كربلاء تهرول بالبيداء ما حد ملتفت لها يقول ذهبت إليها أطفأت النار من أذيالي قلت لها بنية وين رايحة انتي غريبة عن هذا البلد وطالعة إلى بعيد وين رايحة يا بنية قالت يا شيخ دلني على أرض النجف أنا أريد أرض الغريين أريد مكان دفن جدي علي بن أبي طالب قلت لها بنية انتي صغيرة ومن أهل المدينة ايش عرفك بالنجف
وش عرفك بالغليين؟ قالت أخبرتني عمتي الحوراء زينب أن لنا قبرا بالنجف ما زاره ملهوف ولا صاحب حاجة إلا وفرج الله عنه، وأنا رايحة إلى جد علي بن أبي طالب أشكو له ما نالنا من هؤلاء القوم الملاعين. قلت لها بنية ترى النجف بعيد، وينك وين النجف يا صغيرة، لكن اطلبي أمرا آخر وأنا حاضر ألبيه. قالت يا شيخ إذن أنا عطشان، أنا مو شاربة ماء يا شيخ. يقول كسرت خاطري جئت بها إلى نهر الفرات ملأت لها كأسا من الماء، أخذت الكأس أدنته من فمها ثم رمت الماء من يدها. قلت لها بنية مو تقولين عطشانة وما شاربة ماي؟ قالت نعم. قال ليش ما تشربين يا بنية؟ قالت يا شيخ كيف أشرب وقد قتل والدي الحسين عطشانا، أنا أشرب لذيذ الماء حاشا حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاشا وابويا حسين مفتوت الحشاش. يقول بينما انا وياها متحير في امرها مو راضيه تشرب الماء، واذا بزينب قد اقبلت من ناحيه الخيام وهي تنادي اين انت يا طفله ابي عبد الله، واخذتها من ايدها وودتها الى الخيمه. يقول الى ان جاء ذلك الليل الموحش ليله 11 من المحرم، والنساء والاطفال كل شوي وحده تطلع وتروح تجيبها زينب الى الخيمه، الى ان شويه هدأت الامور، واذا بي ارى زينب قد خرجت من تلك الخيمه وهي تنادي اين انت يا طفله الحسين، وينك يا رقية ابنة الحسين؟ التفت إليها قلت لها يا أمة الله ايش عندك؟ قالت يا حميد ابن مسلم عندي طفلة ضايعة من أطفال الحسين، ماني شايفتينها في الخيمة، وهذه تحب الحسين وعزيزة الحسين وما تقدر تفارق أبوها الحسين، ما شفتها بالخيمة. قال لعلها تلك السوادة، أنا خذ لي ساعة أشوف سوادة هناك عند قبر الحسين تتحرك، أقول ما أدري أنا أتوهم أو شخص واقف عند جسد الحسين، لكن لعلها تلك السوادة. قالت إذا أنا رايحة. قالت درب سووا بروح الحومة الساعة وصد تراني مسلبة وما عندي ولا حد يجي يم اليتيمة خاف ترتاع، ومرت تجر وناتها بين المطاعي، ولن اليتيمة حاضن الجثة وتنادي ضيعتني يا ابوي ما بين الاعادي، بوي يضربونا وشتتونا بكل واد. احنت على الطفلة وشبكتها باليدين تنادي طلعتك يا يتيمة روعتني واني عليلة والمصايب ذوبتني. قالت يا عمي ريت روحي فارقتني ولا اشوف ابويا بهالاحوال اللي تشوفي. شوفي عم زينب تسأليني ليش طلعت من الخيمة، ليش جيت الى جسد ابي الحسين؟ ما تشوفين جسد الحسين يا عمي مقطع بالسيوف اربا قد سحقته الاعوجية بحوافرها، هل من صارخ وحسينا. شوفي عم جسد الحسين جثة بلي راس مرمي فوق غبره، شوفي يا عم مكسر ضلوع بصدره، من كسر ضلوعه وياهو الحز نحر، والجسد ياهو السلبه والراس في وين؟
لكن يم جسم ابوي حسين خليني يا عم احسب جروح الجسد واتوسد بيمه بالهون شالتها وصاحت يا ابو اليمه بعين الباري هالعوايل يا ضي العين. يلا يلا ويا زينب واذا بها تنظر الى جسد الحسين ايوه هي تنادي يا ابا عبد الله هالحمل يا ابن امي ابد ما حد يشيل ويتام كلها مروعه وحشه لكن بظل عمك الزهرة لباري لك العين ولازم اتحمل مثل ما وصيت يا حسين. رجعت برقية خذتها وجابتها الى تلك الخيمة فضججنا النساء كل ينادي وحسينا ومصيبته. التفت زين العابدين الى عمته زينب وقالها على السجاد يا عم شجاني حالك وانا ما اقدر اتحرك من مكاني. قالت يا نور العين عتب على زماني اللي على الكرار ابوها شلون ترضى. هل من صارخ وحسينا هل من مناد وزينبا انا من مناد ومصيبتا. إلى أن في نص الليل هدأت الأمور في مخيم الحسين. جمع النساء والأطفال في خيمة واحدة هي خيمة مولانا زين العابدين سلام الله عليه هي التي سلمت من الحرق. وهدأنا النساء والأطفال ناموا في تلك الليلة من التعب والبكاء غفت عينهم إلا زينب واقفة على باب الخيمة وتنظر إلى بيداء كربلاء وتشوف ذاك السواد المظلم وتشوف الجثث مضرجين على البوغاء. يلا هذه أبياتك بعدها الله يرحم الله عطيه هاي أبياتك وانت تقراها عني انا ما اقرا انت تقرا الأبيات. اخذت تنادي بلسان الحال شل شل علي الليل وزنا انا ما اشوف غيريته تصارخ بعد. يلا يلا وشيخ العشير حسين مطروح وبجنبه علي الاكبر. هذا حال الحسين بعد عندك واحد عزيز غير الحسين. قالت وحسين من يسمع بجه بخيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بحجرة وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهل وصيوان اخوي حسين حولة رفرف على وعباس عند البارحة حوط الصيا يا مرينه واخوته كلهم مسلحين والخيل مسروجه وهالهيب استعد مصغين للصايد
ولا منهم جفنا. هل من صارخ وحسينا، هل من مناد ومصيبته. يلا بعدنا وياك يا ابو يوسف، بعدنا وياك. انت لازلت حيا ترزق معنا على هذه المنابر. بعد ايش عندك هاي الليله ويا زينب؟ قال عندي ابيات بعد بمعنى اخر، موقف اخر. يلا زودنا يا ملا عطيه. قال كل ظلام الليل ورعد عصفي الرياح، ليلة 11 وبسماها البدر مالا، حولت للوادي باصرها بدمع سفاح، وتصيح بويا ليلة تنقشر عليا، وتصيح بويا حول الخيم لنهيت شوفي حوم خيال، ضاقت عليها الواسعة وصاحت بول. جنب يا فارس كان مني تطلب اموال، جنب يا فارس كان مني تطلب اموال، حرق الخيم والنار ما بقت باقية، حرق الخيم يا عمي جنبته رحنا مسله بات ومالنا ثياب، ورجالنا كلها عرايا فوق واني ترى زينب وابويا داحي الباب، واني ترى زينب وابويا داحي الباب، وما حد طابق من هالخلق يدنا الثانية، ما حد طابق من هالخلق يدنا الثانية. أمي الزهرة ودعوتي لازم مجابه، وجدي رسول الله واني روح النجاب، وسددت حنصاب النجف صاحت يا يابه، سددت حنصاب النجف صاحت يا يابه، بروحي تخليني براض الغاضرية، بروحي تخليني براض. أعظم الله لكم والأجر. وإذا ذلك الفارس يتقدم شيئا فشيئا، ما يعبأ بكلام زينب، ومضيق لثامه، وصل إلى قريب من العقيل زينب، فحسر عن لثامه، ونكس راسه على قربه السرجه، ودموعه جارية وهو ينادي لوجهك يا زينب. سمعت صوت الله أكبر، هذا صوت أبو الحسن، هذا صوت خوار الغمرات علي بن أبي طالب. ضمته إلى صدرها، وينك يا علي لما حرقوا خيامنا، وينك يا علي لما ضربوني وضربوا النساء، وينك يا علي لما صعد الشمر على صدر الحسين. هل من صارخ وحسينا، هل من صارخ ومصيبته. وينك عنا يا أبا الحسن الحين جاي يا علي. التفت لها أمير المؤمنين، أنا يا زينب والدك واسمع عتابك، وكل نصب عيني يا محزون مصاب، يا بضعة الزهرة القضال الطف جابك، صبري يا بنتي واحمدي رب البرية. يلا بيت الدعاء ويا زينب وهي تنادي أبا يا علي، ويلي ضيعني الوالي، أعيد عليك كلنا نشارك في هذا البيت. أنا ضيعني الوالي وخلى
لا أهل عندي ولا بلد يمي عني ايش دعوة يا علم طول يا الله إلهي أسألك وأدعوك بغربة زينب في هذه الليلة العظيمة أن تقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة يا الله. اللهم اشف كل مريض سيما من دعوناك لأجلهم، اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، فكهم من بلائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم وفك كل أسير ورد كل غريب إلى أهله سالما غانما، واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلم صلواتك عليهم أجمعين. جماعة المؤسسين والحاضرين والسامعين احفظهم في أنفسهم وأهليهم وما يتعلق بهم، تقبل اللهم أعمالهم وأعمالنا وأعمال المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح موت المؤسسين وأرواح المؤسسين والحاضرين والسامعين والشهداء والعلماء وخدمة الحسين، وإلى روح مولانا أبي عبد الله وأخته العقيلة زينب لقضاء الحوائج لهم جميعا. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.